بنسمع كتير كلمة أنا تعبان نفسيا، بس هل ده تعب نفسي طبيعي ولا اضطراب نفسي محتاج تدخل؟ لأن معرفة الفرق بينهم ممكن يغير لك كل حياتك. التعب النفسي بيجي غالبا بعد ضغط شغل، مشكلة، مسؤوليات زيادة، فبتحس ان انت مرهق لكن ما زال جواك قدرة انك تفرح لو استريحت شوية. لكن الاكتئاب حاجة تانية خالص بقى. الاكتئاب بيأثر على طريقة تفكيرك وإحساسك وجسمك. تلاقي في الفترة دي ان نومك بايظ وتركيزك ضعيف ومفيش طعم لأي حاجة، حتى الحاجات اللي كنت بتحبها زمان بقت تقيلة قوي. الإحصائيات العلمية بتقول ان اكتر من 280 مليون شخص حوالين العالم بيعانوا من الاكتئاب، لان اغلبهم فاكرين اللي عندهم مجرد تعب وهيروح مع الوقت. لكن الأخطر ان الاكتئاب غير المعالج بيأثر على القلب والمناعة وكفاءة المخ. الاكتئاب يا جماعة مش ضعف إيمان ولا قلة شكر ولا شخصية ضعيفة، هو مرض زي الضغط وزي السكر، لكن الفرق بينه وبينهم إن وجعه صامت. فلو التعب طول أكتر من أسبوعين وبقيت حاسس إنك مش أنت وإن الحياة بقت تقيلة زيادة عن اللزوم، ده مش شيء يتسكت عليه. العلاج بيفرق وبيغير مسار حياتك كله.